عايزه تنوري على العيد وعايزه ريحتك تبقى مفحفحه وتبقي ريحتك تحفه تحفه تحفه، فالفيديو ده ليه. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب انكم يكون حلو، تكونوا في احسن حال. انا مصوره لكم الفيديو ده مخصوص عشان تبقى ريحتكم مفحفحه وشكلكم حلو وبتنوروا كده على العيد. بجد انا كنت مصوره فيديوهات الاسبوع ده، فانا قلت لا ده العيد قرب وكل سنه وانتم طيبين، فقلت لازم اصور لكم فيديو تجهيزات العيد او استعدادات العيد عامه. فهتابعوا الفيديو ده للاخر لان هخليكم تنوروا في العيد والناس تسالكم انتوا عاملين ايه. فمن غير رغي كتير عشان الفيديو ممكن يبقى طويل شويه، ما تنسوش تعملوا شير للقناه علشان تكبر، وتعملوا سبسكرايب لو انتوا جداد، ولايك وكومنتات كتير وتشجيع كتير، وخلينا نبتدي الفيديو. انا قلت هجمع الفيديو كامل متكامل من شعر وبشره وجسم ورجلين وايدين وكل حاجه في فيديو واحد عشان بس ما انتوش. والعيد فاضل عليه 3 4 ايام وانا برده مش عارفه الفيديو ده هينزل امتى، بس هحاول يعني هنزله في اقرب وقت. اول حاجه علشان تخلي جسمك منور مفهوش ولا غلطه، مفهوش اي حاجه، ناعم وبيلمع ومترطب وشكله حلو، وتمشي كده في البيت تعدي من جنب اي حد يقولك انت حاطه ايه، فتابعي بقى الخطوات دي بالظبط من اللي انا هقولك عليها. ومش شرط خالص، مش شرط خالص تبقى نفس المنتجات، انت مش مجبره خالص تجيبي نفس المنتجات، استخدمي من المنتجات اللي عندك. مش شرط الحاجه تبقى مثلا غاليه تنزلي تجيبيها، لا. اول حاجه هنعملها وعيد يعني حمام مغربي. انا هقول لكم على الحاجات اللي انا بعملها اللي بتخليني تحفه، حرفيا تحفه ولا غلطه. اول حاجه بنشغل ميه دافيه، ميه دافيه يعني جسمنا قبلنا، ممكن تكون سخنه سنه بس جسمك قبلها، مش لدرجه ان احنا تسلقي جسمك، يعني هي مش لدرجه انت بجد تحرقي جسمك على العيد. خلوا بالكم لان بجد خطوات الحمام المغربي لو اتعملت غلط النتيجه بتيجي عكس، يعني ممكن بقى يطلع لك حبوب، التهابات. فامشوا بالخطوات اللي انا هقول لكم عليها علشان تاخدوا نتيجه كويسه. نفضل واقفين كده تحت الميه حبه حلوين لحد ما تحسي ان جسمك خلاص، بس يبقى سيبوا يا جماعه، بس معلش سيبوا منفذ للتهويه. الناس بتقول لك لا قفلي علشان البخار، لا يا جماعه احنا كده هيغمى علينا جوه، احنا في عيد. فيعني يفضل ان انت تسيب بس منفذ للتهويه عشان تاخدي نفسك، لان البخار بجد يعني ممكن يكتم نفسك يعني بعد الشر، ويعني ممكن تقعي. فيفضل ان انت تسيبي منفذ بس للتهويه علشان بس يعني تعرفي تشتغلي كويس. بعد ما تحسي خالص ان خلاص جسمك بدا يضطر والجلد تمام وكل حاجه بقت كويسه، نيجي بقى للصابون المغربي. اي نوع صابون مغربي، انا مش هشرط عليكم صابون مغربي. انا عايزه اقول لكم اصلا الصابون المغربي بتاعي خلصان، فاخر واحد انا كنت مستخدماه بتاع افريكانا اللي هو بالنيله الزرقاء. بحاول اسيب لكم الصوره بتاعته هنا او هنا. المهم ده برده من احسن الصابون اللي انا كنت بحبه لان هو ريحته كانت كويسه. جربت بتاع موركان اويل، موركان اويل كويس بس انا ما كنتش متقبله ريحته. فانت هاتي اي نوع صابون مغربي، اي نوع اي نوع بجد، انا مش هشرط عليكم بجد، يعني هي الحاجات بقت غاليه خالص فاحنا مش هشرط عليكم حاجه معينه. حطي على كل جسمك بس بعيد عن المناطق الحساسه يا جماعه، بجد بعيد عن المناطق الحساسه، سواء اندر ارم او بيكيني. بجد يا جماعه بجد المناطق دي خط احمر محدش بيجي عندها في حوار الحمام المغربي والكلام ده. بعد ما بتفردي الصابون على كل جسمك وتتاكدي ان هو غطى كل جسمك والدنيا بقت تمام، بنفضل واقفين بيه كده لمده مثلا 5 دقايق او 7 دقايق 8 دقايق على حسب ما تحسي كده ان الصابون خلاص بقى يعني بقى كله متوزع على جسمك بقى في جسمك كويس. ما تيجوا تعملوا الصابون هتلاقوه بيقلب لونه ابيض، فلحد ما يوصل بس للون الابيض اللي فيه. بعدين بنبدا ندخل نغسل جسمنا عادي جدا ونشيل كل الصابون اللي احنا حطيناه المغربي، ونبدا نطلع بقى ننشف جسمنا. نخليه مندي، نخلي فيه بس شويه كده ميه علشان بس نعرف نتعامل مع الليفه. نجيب اي نوع ليفه مغربيه بس تكون ليفه مغربيه كويسه جدا. انا برضو الليفه بتاعتي باظت فانا رميتها، فهجيب لكم الفتره الجايه ليفه مغربيه. يا هتعملي بحركات دائريه يا اما في اتجاه واحد، بلاش رايح جاي جاي رايح، ده بجد ده بيلهب الجلد. وزي ما قلت لكم الحمام المغربي لو اتعمل غلط حرفيا بيقلب نتيجه عكسيه. فعشان ناخد منه اكبر نتيجه نهتم بالتفاصيل الصغيره وما نكروتش اي حاجه. فهتعملي بحركات، انا دايما بعمل حركات دائريه يا اما في اتجاه واحد كده، بمشي ايدي كده 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 على كل الجسم. هتلاقي بقى كل الجلد الميت طلع، كل الشعر اللي تحت الجلد ده، انت جسمك بيطلع بلاوي. اعملي بجد الخطوات دي وبجد بجد هتدعي لي لان فعلا جسمك هيطلع بلاوي. كميه الجلد الميت اللي بيطلع كانك بجد ما بنستحماش. فانت لو مهتميه بجسمك وبتعملي له سكراب مره واحده في الاسبوع وبتظبطي كل حاجه وبتغسلي جسمك كل يوم وبتاخدي الشاور بتاعك كل يوم، احب اقول لك هتيجي عند خطوه الحمام المغربي وحرفيا هيطلع بلاوي. هيحسسك قد ايه
انت مش بتستحمي بجد بجد. خطوه الحمام المغربي، وانا دايما بعمل حمام مغربي وقت المناسبات اكتر، ما يكون في عيد، ما يكون في حاجه كده، لكن مش دايما بصراحه اعمله عشان انا جسمي حساس قوي. فانت لو جسمك حساس قوي ممكن تعمليه مره واحده مثلا على العيد، عندك مناسبه. خلصنا بقى خطوه الحمام المغربي، نيجي نعمل ازاله شعر. لازم نعمل ازاله شعر مناسبه مع الحمام المغربي. هتقولوا لي يعني ما ينفعش تكوني عامله حمام مغربي وفرك وحرك وحاجات كتير قوي في جسمك بسبب الحمام المغربي وتروحي عامله بعدها سويت او واكس؟ انا يعني ميكس الاتنين كده مع بعض هيخلي جسمك حبوب، التهابات، احمرار. بصي حرفيا جسمك هيتقلب عكسك بجد، حرفيا هيبقى الدنيا مش ألذ حاجه. فعشان افضل وسيله مع الحمام المغربي الشفرات، انسب وسيله حرفيا مناسبه لكل انواع الجسم، وسعرها رخيص ب 45 جنيه، وحرفيا مش هتاخد منك حاجه. الشفرات دي بتاعت افوفا مناسبه جدا للجسم الحساس، ده شكلها بصوا مناسبه جدا للجسم الحساس، مش بتعمل اي التهابات، مش بتعمل اي حاجه، بتشيل الشعر كويس جدا مره واحده كده. هي بتشيل حرفيا الشعر، مش محتاجه رايح جاي. وبلاش نفضل رايحين جايين على جسمنا، رايحين جايين، لا، هي بتبقى مره عكس اتجاه الشعر ومره مع اتجاه الشعر، وشكرا على كده جسمك حرفيا هيبقى تحفه. نصيحه مني، بلاش نعمل واكس وسويت مع الحمام المغربي. عايزه تعملي واكس او سويت يبقى قبل الحمام المغربي بكذا يوم عشان جسمك يكون هدي وخد راحته ومستقبل للخطوات اللي بعدها. خطوه بقى معانا، نغسل جسمنا بغسول ما فيهوش اي روايح بعد الحمام المغربي، علشان لو غسلنا بغسول فيه ريحه او ريحته بتبقى قويه شويه وفيه كحولات كتير يبقى هيعمل لك التهابات. يفضل ان انت تستخدمي حاجه ما فيهاش اي روايح، حتى الغسول بتاع بشرتك استخدميه عادي لجسمك زي بتاع ستارفل يا جماعه، ده حب حياتي بجد، انا بحبه كده. عايزه اقول لكم بينضف حلو جدا جدا عكس الشاور جل اللي احنا بنستخدمه. جربوه كده وبجد اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا جربتوه، بجد حلو جدا في تنظيف للجسم ومش بينشف الجسم خالص. لو في حاله ان انت عامله حمام مغربي قبلها بكذا يوم وجيتي ساعه العيد خدتي الشاور السريع وريحتك برضه هتبقى حلوه وكل حاجه، حطي عادي من البودي لوشن اي واحد من دول بتوع ايفا وبتاع تيلو فيل، الاثنين حلوين جدا لو انت عايزه تخلي ريحه جسمك حلو. لكن لو هتيجي ساعه ليله العيد وتعملي الخطوات الكتير، الحمام المغربي والشيفنج ولا الحاجات الكتير اللي احنا قلنا عليها دي، يبقى بعدها مرطب ما فيهوش اي كحولات ولا اي روائح، وده زي بتاع شان بودي ميلك او الكريم بتاع بنسينول. ده موجود في اي صيدليه، هتلاقوه كده مثلا ب 45 جنيه ب 50 جنيه، وده هتلاقوه ب 200 جنيه. فاكروا كل الاسعار علشان نراضي كل الاطراف. فيا جماعه رطبوا بحاجه بعد الشاور اللي فيه فرق كتير بحاجه ما فيهاش اي روايح علشان جسمنا ما يلتهبش. ما تنسوش بقى ان احنا نحط بودي سبلاش والديودرنت بتاعنا اهم حاجه بعد الخطوات الكتير قوي دي، ونستخدم مسك الطهاره اللي هيخلي ريحتنا مفحفحه طول اليوم. حرفيا احلى 35 جنيه هتدفعوها في حياتك. مش معنى ان احنا عملنا كل حاجه في جسمنا فاحنا هننسى ايدينا وهننسى رجلينا. عايزه اقول لكم على احسن مرطبات للايد والرجلين، حرفيا تحفه. واحلى مرطب للرجلين هيخلي رجلك عامله زي البيبي ومش بيكون فيها تشققات ولا فيها اي حاجه، من ايفا. صدقيني استخدميه وهتدعي لي، حرفيا تحفه. 60 جنيه وصغير بس بيقعد معانا كتير جدا، ونقطه منه بتكفي وبتخلي الرجلين عامله زي البيبيهات بالظبط. ده بريحه الباشون، ريحته بجد تحفه تحفه تحفه. بستخدمه على المناطق الناشفه، كعب الرجل، الركبه، الكوع، الحاجات دي بتبقى ناشفه جدا وبتبقى محتاجه ترطيب. اكتر 3 كريمات ايد انا بحبهم جدا. الكريم ده من نيفيا يا جماعه تحفه، انا بحب. عايزه اقول لكم الكريمات بتاعت نيفيا دي من زمان جدا. بصوا ده القوام بتاعه، هتحسوه تقيل بس انا عايزه اوريكم بس القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي. هو تقيل بس بصوا البشره راح فين ما نعرفش، اتشربته بصوا في ثانيه. بيرطب الايد حلو جدا، ريحته هاديه ومش مزعجه خالص. انا بحب الكريمات الايد اللي هي بتبقى ريحتها لذيذ. فكريم نيفيا بالنسبه لي كان تحفه بصراحه. مش فاكره كنت جايباه بكام لان انا كنت جايباه من زمان جدا جدا جدا. معانا بقى دول بجد كده تحفه. اول واحد ده من ايفون كير، اللاين ده يا جماعه انا بحبه. ده قوامه يا جماعه خفيف قوي، بصوا قوامه خفيف بس ريحته حلوه قوي. انا بريحه الافوكادو، فانا بحب الريحه بتاعت. بصوا يا جماعه الجلو رهيبه رهيبه يا جماعه بجد رهيبه. نيجي بقى للي بعد كده، الشان هاند كريم. ده بقى في ايه بقى؟ في سيراميد وهيلورونيك اسيد وشيا باتر وجوجوبا، بيرطب الايد تحفه. انا هحط هنا لوحده علشان بس تبقوا عارفين. عايزه اقول لكم ان هو اصلا قرب يخلص. الازازه دي كانت ب 80 جنيه بس هي بصراحه تستاهل ال 80 بصراحه. قاعده معايا بقالها كتير جدا وترطيبه للايد تحفه. بصوا
راح اختفى خلاص. بصوا ليد بقى هتلاقوها كده بتدي جلو حلوه قوي قوي قوي. لو ما عندكوش كل الكريمات دي عادي رطبوا من حاجات الجسم للرجلين والايدين عادي جدا، مش هيحصل اي حاجه ومش هنصعبها على بعضينا. نيجي بقى للبشره علشان بشرتنا تبقى صافيه وجلو وشكلها نظيف والمسام نظيفه وكل حاجه. هنمسح بشرتنا لو عليها اي حاجه، لو عليها مثلا بواقي ميك اب، لو عليها بواقي سان سكرين، لو ما خرجتيش يعني نمسح بس التراب باي مناديل. ما عندكيش من دي هاتي عادي مناديل عاديه جدا، واي مايسلر ووتر عندك. انا بستخدم بصراحه بتاعه تيلو فيل حلوه جدا. بنمسح الميك اب او البواقي اللي بتبقى على وشنا وننضف وشنا كويس جدا ونجهزه للمراحل اللي جايه. هنغسل وشنا عادي بالغسول بتاعنا كويس جدا ونعمل حركات دائريه لمده 30 ثانيه. وانا بستخدم الغسول ده بتاع ستارفر مش هرجع عليه كتير. احلى كومبو للبشره حرفيا، بيخلي البشره بقى منوره وجلو تحفه تحفه تحفه. هنجيب اي جل من عندنا، الوفيرا عادي اللي هو جل الصبار العادي جدا، اي حاجه اي جل. انا بحبه جدا يا جماعه. الفيديو ده مش هنصعبه على بعض فنستخدم اي حاجه. انا بستخدم بتاع شان جل اللي هو سوزنج جل تحفه، وبستخدم معاه شفرات فلامينجو الاصليه لان الشفرات المضروبه مش بتبقى احسن حاجه على البشره، فيفضل ان احنا نجيب حاجه اصليه وتاكدوا ان هي اصليه. بناخد كميه من الجل كويسه جدا نفردها على كل بشرتنا، وناخد شفره من شفرات فلامينجو ونبدا بقى نشد بشرتنا كده ونعمل في نمو اتجاه الشعر وبس وبالراحه. ولو عندك حبايه بعيدي عنها ما تجيش جنبيها. لو عندك حبايه ما تروحيش تمشي عليها الشفره، حرفيا هتسيب اثرها وهتبهدل وشك. وممكن تنقل يعني حبايه بتبقى واحده بس، لا تبقى عندك كذا حبايه. نيجي بعد كده الماسك الطمي ده ب 45 جنيه ولا ب 50 جنيه. ماسك الطمي ده من بوبانا تحفه 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 تحفه. بصوا شكله خطير، ريحته عاديه مش مزعجه خالص. بينظف المسام حلو جدا، بينظف النقط السوداء لو انت بتعاني من النقط السوداء. حرفيا بيودي البشره في حته تانية. انا دايما بعمله على الاماكن اللي بيبقى فيها دهون كتير وفيها نقط سوداء زي مثلا مناخير، هنا عند المسام، الدق، الجبهه، الحاجات دي. احلى احلى ماسك طمي ممكن تجربوه في حياتكم، بجد تحفه وبيخلي البشره بيور كده وبتنور. خلصنا كل الخطوات دي. الترطيب، احلى سيرم بيهدي البشره من الالتهابات ومن الاحمرار وبيعمل كل حاجه. ده سيرم ديرماتين اللي فيه ماده السانتيلا اللي بيساعد على تهدئه البشره من الاحمرار والالتهابات. عايزه اقول لكم بيرطب البشره حلو جدا. حطوه على بشره منديه وحرفيا هتدعوا لي. وسعره كان ب 220 جنيه. بعد ما بينشف بقى خالص بروح حاطه عليه المرطب ده من جلامي لاب، يا اما برطب عادي بشان سوزنج جل. اي واحد منهم، انا برطب اي واحد منهم بجد بجد تحفه 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 تحفه. جلامي لاب بيدي جلو حلو قوي وترطيبه للبشره حلوه جدا وكمان مناسب للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. مش بعد ما عملنا كل الخطوات دي ننسى بقى واحنا نازلين الصبح السان سكرين. يا مرحب بالشمس ويا مرحب بالحبوب ويا مرحب بالاسمرار والالتهابات اللي هيحصل لك. احنا عاملين تنظيف بشره قبلها بيوم، فما تيجي تنزلي الصبح سان سكرين يا جماعه. انا عملت له ريستوك على فكره، ده الجديد تحفه. سعره ب 220 جنيه كان في عرض، بجد رهيب رهيب. السان سكرين بتاع بوبي فلويد تحفه تحفه. انا مبسوطه بيه لان هو جديد فهبدا بقى استخدمه لان انا بتاعي كان خلص. فبجد ده من احلى انواع السان سكرين بجد اللي انا جربتها. اهتموا بنقطه السان سكرين علشان بشرتنا ما تجيش ساعه العيد وتقلب العكس. نيجي بقى لحاجات الشعر. في الشعر مش محتاجين يا جماعه كركبه كتير. كل اللي انت محتاجاه هتعملي حمام زيت باي حمام زيت عندك، باي حمام زيت. انا مش هشرط عليكي اي حاجه معينه، على فروه الراس بس لمده ساعه او ساعه ونص. وعلى اطراف الشعر هتخليها منديه، ميه كده شويه هتخليها منديه، وتحطي عليها اي هير ماسك عندك. مش شرط فيفلين، مش شرط فيفلين خالص. فيفلين ده يا جماعه غالي ب 500 وشويه، مش شرط خالص. انت مش مجبره خالص ان انت تجيبي من نفس المنتجات اللي انا بشرحها لكم او بطلعها لكم. فانت مش مجبره خالص. كل اللي انت عليكي استخدامي الهير ماسك اللي عندك وبس. على كده هتعملي ازاي؟ بعد ما نخلي شعرنا مندي بنبدا ناخد حته من الهير ماسك ونبدا نرطب الشعر من تحت كده ونهتم بحته الاطراف، واللي اتبقى في ايدينا مشي على الحتت اللي بتبقى هايشه عندنا. بعد كده هندخل الشاور، هنغسل شعرنا بشامبو، اي شامبو من عندنا. ده الشامبو بتاع فيفلين برضو نفس اللاين بتاع الهير ماسك. اي شامبو من عندك هتبداي تغسلي شعرك. وبلاش بقى غسل الشعر اللي هو احنا بنجيب شعرنا كله في شامبو، لا. الشامبو وظيفته ان هو بينظف فروه الراس هنا كده وبس. احنا ما بنعملش اي حاجه تاني. بقيه الشعر هو بينضف يا جماعه، بجد هو بينضف لما الشامبو بينزل كده وانتي بتغسليه.
الشعر بينضف بجد كويس جدا. وظيفه الشامبو ان هو بيغسل فروه الراس وبس، بقيه الحاجات من اول الودان لحد اخر الشعر. بعد كده بقى لما بنطلع بقى من الشاور بنبدا بقى ننشف شعرنا بالراحه، ننشف شعرنا بالراحه، وبلاش فوط عاديه، لازم نستخدم فوطه قطن او فوطه ميكرو فايبر. وبعدين لو انت شعرك كيرلي هنبدا نستخدم ليف ان وجل ونعمل ستايلنج للشعر عادي جدا، ونبدا ننشفه. بعديها بنبدا نرطب بالسيرم. طب لو انت شعرك بقى عادي ستريت وهتعملي استشوار او مكوى، قبل ما تعملي مكوى او تعملي استشوار حطي اي سيرم من عندك عشان على الى حد ما يحمي شعرك شويه من الحراره واللي انت هتعرضيه لشعرك. فدايما بستخدم الفور ماي هير السيرم ده، تحفه وريحته حلوه جدا وبتفضل ثابته في الشعر. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.